صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الدرج بتاع التلاجة. درج التلاجة ده قلت بقى النهارده عليا وعلى اعدائي، او امبارح بمعنى صح. فنزلته كده او طلعته من التلاجة علشان اشوف بقى ايه اللي فيه. طبعا كان مدعكة. هنا بقى كنت طلعت البرطمانات اللي عندي كلها، اللي حيلتي قلت ايه استخدمها يعني لحد لما اجيب نوع كده برطمانات من البرطمانات اللي هو ده. ازاز كده وحلو، الغطا بتاعه بلاستيك. انا بحب البرطمانات الازاز اللي غطاها بلاستيك، مش زي كده يعني، مش اللي هو كده البرطمان بتاعه ازاز والغطاء بيبقى معدن، لا دوت بيبوظ الدنيا يعني. اول حاجه كده عملتها ان انا بدات كده ان انا امسح البرطمانات. طبعا البرطمانات ديت نضيفه، يعني انا كنت شايلاها نضيفه، بس ما غسلتهاش تاني. يعني قلت على ايه بقى ان انا اغسلها وان انا اعك الدنيا ميه، قلت لا انا انجز كده نفسي علشان اخلص. فمسحتها كده بس وقلبتها على اساس ان انا ايه لسه غسلاها بقى وبتاع. حسست نفسي يعني ان انا لسه غسلاها، بس هي مغسوله ونضيفه وكويسه جدا يعني. هي البرطمانات دي تحفه بصراحه. البرطمان دوت بيتباع منه الأربعة ب10، يعني في مكان في سوق في السوق كده بيبيع ال4 ب10 وحلو جدا يعني، سعره متانته خامته كل حاجة. فهو ده اللي انا عايزة اجيب منه ان شاء الله قريب. وهو ده ايه ان انا احط فيه البهارات واحطها في التلاجة. احسن مكان تشيلي فيه بهاراتك التلاجة، حتى البهارات اللي انتي بتستخدميها. لان دلوقتي مش عارفة سامعين الشتاء، لان مش عارفه دلوقتي البهارات بقت بتبوظ بطريقه فظيعه. يعني عندي انا موعوده ان انا تبوظ مني الشطه، تبوظ مني يبوظ مني الكمون. ف فقلت لا حرام بقى على ايه بقى. فطلعت كده الحاجه عماله بقى انفض. طبعا البهارات مكبوبه والدرج حرفيا كان متبهدل، يعني متبهدل. وكمان عملت هو الخمير، مش الخميره الفوريه يا ربي، المرقه الفوريه. وده كيس غله كده اللي هو بيتعمل بيه منه بليله يعني. فده موجود عندي ساعه لما اتجوزت، بصيت فيه لقيته نضيف يعني، ما فيهوش حاجه. فممكن اعمل منه بليله يعني، الشتا حلو يحب البليله. فقلت كده افرط الخميره اللي بتاع الزفت الفوريه دي استغفر الله العظيم، كل شويه اتلخبط في اسمها، علشان تبقى سهله عليا ان انا اخد يعني منها. ده كان كيس كده مش رمضان، فقلت ايه كنت هرميه، قلت حرام خليه، بصراحه ريحته كده ايه فكرتني برمضان. فده كيسه كده صوص الديمجلاس، ما مجربتهوش بصراحه بس هو عندي. قلت كده بقى اطلع كده البهارات كلها علشان اغسل الدرج واظبطه. طبعا للي متابعني من زمان عارف ان انا بحب بهارات باب الشام دي جدا، حلوه سعرا يعني الخامه بتاعتها حلوه قوي، مش الخامه الطعم. فقلت بقى ان انا كنت ناويه ان انا احطها كده واستكفي بقى، واللي هو خلاص الدنيا كده اتظبطت. شايفين لقيت الدنيا عماله تتزحلق. طب قلت طب انا كده عملت ايه؟ ففكرت قعدت افكر كده وقعدت الوش كده في الشقه شويه لحد لما استقريت ان انا اجيب العلبه دي. طبعا دي العلبه بتاعت البقوليات والحاجات دي، بس انا شلت الغطا. قلت ايه ان انا ارص كده فيها الحاجه واحطها في الدرج. طبعا هتبقى متنظمه اكتر، الحاجه مش هتتبهدل وكده. وحطيت كده في الجنب البتاع الفوريه دي. وكده ايه كده انا يعني فرحت باللي انا عملته ده، علشان بصوا مش هتبقى واخده مكان، وكمان هتبقى سهله جدا ان انا اسحب منها، حتى لو هطلع كده العلبه واخد منها البهارات اللي انا عايزاها وبعد كده احطه يعني تاني. هنا كان عندي بابريكا، فكانت موجوده في الكيس وكانت موجوده في التلاجة. طبعا البابريكا دي لو كانت موجوده بره كان زمانها باظت وبالثلث، لان انا كنت جايبه في اول الجواز ورميتها بحالها والله العظيم لانها كانت باظت. فقبل ما احطها في البرطمان كده قلت ان انا انخلها وانا بحطها في البرطمان، علشان لو فيها اي حاجه، حتى لو فيها حاجه بايظه يعني انا اشوفها وارميها كلها. بس الحمد لله ما لقيتش فيها اي حاجه بايظه، لقيتها زي ما هي. فحمدت ربنا كده الحمد لله يعني. و حطيتها كده في طبق برضو ابيض علشان اتاكد ان ما فيهاش اي حاجه بتمشي ولا الكلام ده. لا لقيتها زي الفل. بس كده. وهنا جبت الذره الفشار. طبعا الذره الفشار ده مش بحطه في التلاجة، بس انا قلت بالمره بقى ايه اظبطه في برطمان علشان يبقى سهل عليا مثلا لما اجي اعمل ذره فشار وكده، يبقى الدنيا سهله معايا يعني. ده الفنكوش قلت اسيبه كده في الكيس بتاعه، لان هو كان عايز برطمان اكبر يعني، وانا ما كانش عندي بصراحه.
بدأت كده ان انا امسح البهارات كده من بره او الاكياس دي، علشان كانت اتبهدلت مطرح ما الحاجه اللي وقعت. وطقم البهارات دوت كنت جايباه ب10 جنيه، بس انا مش عايزه الدوار ولا القرف ده. لا انا بس عايزه البرطمانات، بس هي البرطمانات بتاعته حلوه على قد سعره بس شغاله يعني تمام. فطبعا ديت كنت ايه، كان لازم ان انا اغسلها لان انا جايباها من فتره وما استخدمتهاش. هروح طبعا ان انا اغسلها دلوقتي وهرجع بقى وامسحها. هنا بقى كنت غسلتها ومسحتها، او لسه همسحها، لا مسحتها. قلت بقى احط فيها ايه، الكمون اللي على طول يبوظ عندي. الكمون دوت عاوزه اقول لكم ان انا حاطاه من زمان في التلاجة وما بصوا بقالي فتره كبيره بستخدمه. والشطه كذلك، الشطه كانت ما اجراكم كانت بتبيض، والله العظيم مش عارفه في ايه. فاهو حطيتها كده هي كمان في البرطمان ده. البرطمان ده حلو وكل حاجه، او العلبه دي حلوه وكل حاجه. والغطا بتاعها بيتلف يعني زي غطا البرطمان اهو زي ما انتم شايفين. بس الوحاشه فيه الغطا اللي من بره الملون ده مش ماسك قوي يعني. هو محطوط وكويس وكل حاجه، بس لو ايدك لو ممكن يفلت من ايدك يعني، ممكن يوقع البرطمان يبقى في الارض والغطا هو اللي في ايدك. فقلت مش مهم، الجيش قال لك ايه كمل يعني. فكنت هحطهم هنا بصراحة برضو هما كمان، بس لما لقيتهم كده ايه مايعين قلت لا، اخليهم احطهم في باب التلاجة، هيكون كمان اقرب لي وهيكون امن. بدأت كده ان انا ارص كده، وحطيت كمان بهارات اللي هي بتاعت ماي وي. يعني ظبطت كده كده والله يعني، انا كده ارتحت. طبعا كنتوا شايفين الاول الدرج كان عامل ازاي، كان بشع بشع. بس كده. وهشيل كده طبعا الغلة تاني مكانها لحد لما اجي ايه اعمل منها يعني. خلاص كده. هنا بقى ايه، افتكرت الفحم اللي عندي ده، انا بفتحه لاول مره يعني، اول مره اشوفه بصراحه. قلت لو كل فحمايه ملفوفه بورق سلوفان او حاجه هسيبها، بس لقيتهم زي ما انتوا شايفين كده. فقلت لا انا احطهم في العلبه احسن، علشان لا قدر الله ما يقعش حاجه وتبهدل الدنيا واندم. فحطيتهم كده في العلبه ديت. انا اصلا مش بستخدمها، فقلت ايه اسمها ايه، استغلها يعني. بس كده خلصت كده والحمد لله، وارتحت والحمد لله. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.